السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يحدث في أول ليلة في القبر؟ تعالوا نسمع أعظم وأجمل البشريات العظيمة لأهل الإيمان والتوحيد في القبر. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والكلام للرجال وللنساء. كلمة القبر قد تبدو مخيفة جدا، الناس كل لما تذكرها بالقبر يقول لك بلاش السيرة دي الله يبارك فيك. لا، ده انا عايزكم النهارده بعد اللي هتسمعوه هتقولوا لي يا ريت تكتر من السيرة دي الله يبارك فيك. الناس بتترعب من كلمة القبر، لكن والله لو يعلم المؤمن ولو تعلم المؤمنة ماذا يكون في انتظارهم في القبر لتمنوا الآن أن يروا ما في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ ونشوف ما هو الخير الذي ينتظرنا في القبر وماذا يحدث في أول ليلة في القبر. في البداية لازم نعلم أن القبر أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن. وإن القبر ده خدوا بالكم هو صندوق العمل، اللي عملناه هنا هنلاقيه جوه القبر بالتمام والكمال. عشان كده الإنسان لابد أن يستعد. ولذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن أحد الصحابة وقف وبكى حتى بلل الحصى بدموعه وقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. لأن بمجرد ما بنخش القبر خلاص دخلنا في الدار الآخرة، مش هنرجع مرة تانية. مش هينفع نقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ يعني حاجز، القبر برزخ لأن هو أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة، وهو عالم الغيب، وعالم الغيب لا يقاس أبدا على عالم الشهادة. بتبدأ بقى بشائر القبر يا حبايبي قبل ما ندخل القبر، من ساعة بداية السكرات كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بثلاث بشريات: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله، في بداية السكرات الميت بس هو اللي شايف، إنما الناس ما هياش شايفة، اللي حواليه مش شايفين أي حاجة. سبحان الله، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو بس اللي يبصر. ليه؟ إن حدث التبدل الأول للبصر. وقلنا قبل كده إن البصر بيتبدل على 3 مراحل. إحنا في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى ولا نرى الملائكة ولا نرى الجن. نيجي عند السكرات الميت بقى اللي هو لسه روحه بتفيض إلى بارئها سبحانه وتعالى، الميت عند بداية السكرات يتبدل للبصر التبدل الأول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيرى الملائكة، يشوف الملائكة اللي نازلة لتجهيز الروح لملك الموت، ثم يرى ملك الموت. ولما يدخل القبر يرى منكر ونكير. نيجي يوم القيامة يتبدل البصر التبدل الثاني، فنرى الملائكة ونرى الجن. نيجي بقى لما نخش الجنة إن شاء الله، ربنا يجمعنا وياكم في الجنة، يتبدل البصر التبدل الثالث، فننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نيجي بقى عند السكرات: تتنزل عليهم الملائكة ب3 بشريات: ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، كله نعيم إن شاء الله. ولا تحزنوا، ما تحزنوش على الدنيا، بس أصل احنا يعني بنينا بقى فيلل وقصور وشركات ومصانع وتعبنا، كل ده ما يساويش أي حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم، وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مش فيلا ولا عربية ولا شركة ولا شريك أبدا.
يبقى ألا تخافوا، تخافوش من اللي جاي، ولا تحزنوا على الدنيا، لأن أصلا الدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله أكبر، ما شاء الله. يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واحنا بقى قبل ما نخش الجنة زي ما قلت لحضراتكم بنشوف 6 حاجات من الجنة قبل ما ندخل الجنة. ايه هم 6 حاجات؟ اقول بس نصلي برضو على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما عندناش حاجة ببلاش، لازم نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ان النبي عليه السلام قال كما عند احمد بسند صحيح، قال ان العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة في بداية السكرات يعني، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. أدي أول 3 حاجات هنشوفها من الجنة. ملائكة نازلة من الجنة، معاهم كفن من الجنة، معاهم حنوط يعني عطر من الجنة. أدي أول 3 حاجات. فلما ندخل القبر بقى ونجيب على أسئلة الملكين، ولا نستطيع أن نجيب على أسئلة الملكين إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلما نيجي نسأل في القبر يسألنا منكر ونكير: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تمام، هنا بقى يأتي التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. لو الواحد معاه 100 دكتوراه وما عندوش إيمان لن يستطيع أن يجيب على أسئلة الملكين. ولو كان رجلا أميا أو امرأة أمية لا يكتب ولا يقرأ يجيب على أسئلة الملكين لو كان عندهما إيمان بالله سبحانه وتعالى. فالذي يثبت هو الله. إذن فأول حاجة بقى إن احنا بعد ما نجيب على أسئلة الملكين هنشوف من الجنة 3 حاجات تانية. احنا قلنا عند بداية السكرات ينزل إلينا ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة عن عطر من الجنة. ادي أول 3 حاجات. طب لما نجيب على أسئلة الملكين ينادي الحق سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول: صدق عبدي أو صدقت أمتي، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. يبقى القبر هيتفرش من الجنة، ادي رقم 4، وهنلبس لبس من الجنة، ادي رقم 5، ويتفتح لنا باب الى الجنة يأتينا من ريحها وريحانها بل ونرى ملكنا في الجنة، ادي 6 حاجة. يبقى 6 حاجات هنشوفهم من الجنة قبل ما نخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأول احتفال بقى في أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر الاحتفالية هتبدأ إزاي؟ أقول لحضراتكم، أنا بس حبيت أقدم إن في 6 حاجات هنشوفها من الجنة قبل ما نخش الجنة. لكن أول احتفالية بقى في القبر هتكون إيه؟ بضمة القبر. طب ليه كده يا شيخ محمود؟ ما أنت قلت مش هتخوفنا، قلت هتقول حاجات جميلة. ما والله العظيم دي من أجمل الأشياء، ضمة القبر. يا خبر أبيض، ضمة القبر اللي بتختلف فيه الأضلع، لا ده مش لينا، اختلف الأضلع ده للكفار، إنما أهل الإيمان ضمة القبر هي حضن الأم. أيوة رب الكعبة، كما شبهها الإمام ابن القيم أن العبد إذا خلق، وأصل خلقتنا منين؟ من تربة الأرض، فكأننا فارقنا الأم سنوات طويلة اللي هي الإيه؟ اللي هي الأرض. فإذا عاد إليها المؤمن بعد سنوات عمره من أجل أن يدفن فكأن الابن عاد إلى حضن أمه بعد سنوات طويلة، 60 سنة 70 سنة 80 90 سنة، غياب طويل قوي. فاحنا وحشنا، يعني الأم يعني مستوحشة نفسها تشوفنا، تمام. فحينما يدفن العبد المؤمن أو الأمة المؤمنة في القبر كأنه عاد إلى حضن أمه، فيكون حضن القبر أو ضمة القبر كحضن الأم في الرحمة والحنان والدفء والجمال. إيه رأي حضراتكم؟ فنبدأ بقى القصيدة كلها بالجمال ده،
نبدأ بحضن من القبر، فيكون الحضن كحضن الأم تماما التي فارقها ابنها منذ سنوات طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن القبر يكون حضنه للمؤمن كحضن الأم. أما الكافر تختلف أضلاعه، الحيطة دي تيجي على الحيطة دي والكافر في النص، فالأضلاع بتاعت صدره تدخل جوه بعضها، عافانا الله وإياكم. يبقى أول احتفالية ضمة القبر. تاني احتفالية بقى في أول ليلة في القبر هتكون بالإجابة على أسئلة منكر ونكير كما كنا قبل ذلك. هيسألونا: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ بإيماننا بالله سبحانه وتعالى يكون التثبيت من الله، فنجيب على أسئلة الملكين، ويكون الملكين داخلين علينا. خدوا بالكم، منكر ونكير لهم شكلان، ليهم هيئتين. الهيئة الأولى أجمل هيئة وأحسن وأبهى يعني منظر يظهرون به للمؤمن، وللكافر يظهرون في صورة صعبة جدا، وصفها النبي في حديث أنهما يكونان للكافر أزرقان أسودان. منكر ونكير يكون الجسد والوجه أسود والعينين زرقاء، وده أكتر مشهد مرعب ممكن الإنسان يشوفه في ظلام القبر. طب القبر المؤمن منور ومضيء ومليان عطر، وما شاء الله جايله من عطر الجنة، وبعدين الملكين منكر ونكير جايين في أجمل يعني في أجمل صورة وفي أبهى صورة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أول ما يشوفهم يستبشر، وبعدين يأتيه التثبيت من الله فيجيب على أسئلة الملكين بفضل الله سبحانه وتعالى، ويأتي التثبيت من عند الله. ثم بعد ذلك تأتي البشارات في نفس اللحظة. جاوبنا على أسئلة الملكين يصدقنا الله من فوق 7 سماوات. صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. تمام. وكلمة صدق عبدي تعرفنا ان احنا مكتوبين عند ربنا من فوق 7 سماوات اننا من الصادقين بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، فالقبر كله يتفرش من الجنة. طب هو القبر هيبقى قد ايه يا شيخ محمود؟ ده يختلف حسب ايمان العبد. كلما ازداد ايمان العبد كلما ازداد اتساع القبر. فمنهم من يكون قبره كما ورد في احاديث صحيحة، تمام، منهم من يكون قبره 70 ذراع في 70 ذراع. ما شاء الله. طب احنا بنفتح القبر ما بنشوفش كده يا شيخ محمود. ايوه، ما احنا قلنا عالم البرزخ ده القبر اول منازل الاخره، وعالم الغيب لا يقاس على عالم الشهاده. احنا نفتح القبر نلاقي طوب ورمله ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما القبر نفسه لا، ده روضه من رياض الجنه، ده مفروش من الجنه، ده الميت اللي لابس كفن مقطع ده لابس اصلا من الجنه، ده القبر اللي ريحته صعبه ده اصلا مليان عطر من الجنه، بس احنا مش شامين الكلام ده. الذي يشم ذلك هو العبد المؤمن اللي مدفون الآن في القبر بفضل الله. يبقى فأفرشوه من الجنة. القبر مفروش من الجنة. منهم من يكون قبره 70 ذراع في 70 ذراع، ومنهم من يكون قبره كمد البصر، يعني القبر كأنه 20-30 كيلو. ايوه ما بنشوفش كده، ما احنا قلنا بقى عالم الغيب. يبقى ايه؟ القبر مفروش من الجنة. فافرشوه من الجنة، وبعدين والبسوه من الجنة. يجي المؤمن بقى والمؤمنة هيلبسوا منين من الجنة؟ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح ان ثياب المؤمنين تأتي من شجرة طوبة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، تشقق عنها ثياب أهل الجنة. الله. فنبقى لابسين لبس من شجرة طوبة في الجنة، وبعدين وافتحوا له بابا إلى الجنة، يتفتح لنا باب. كل ده في أول ليلة في القبر. نعم، كل ده في أول ليلة في القبر، ويستمر معنا بفضل الله. وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وريحانها. يبقى المؤمن كده والمؤمنة في القبر ومفتوح له باب من الجنة، شايف الجنة وشايف ملكه في الجنة، وقصوره وأنهاره وأشجاره والغرف بتاعته في الجنة، والخيمة اللي من اللي يقولوها مجوفة في الجنة، وكل نعيمه في الجنة. وجاي له بقى من الريحة بتاعت الجنة، يأتيه من ريحها وريحانها.
برضه بنفتح القبر ما بنشمش، أيوة، لأن القبر أول منازل الآخرة. ثم بعد ذلك بقى يأتينا عملنا الصالح في صورة رجل في أبهى وأجمل صورة، أبيض الوجه، أبيض الثياب، جميل الرائحة، جاي مبتسم وداخل علينا في القبر وهو مبتسم. فكل واحد فينا يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ما شاء الله. وبعدين كمان ايه؟ يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، يقول: ويأتيه رجل، خدوا بالك، حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له المؤمن: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ما شاء الله، أنا عملك الصالح، جاي يونسك في القبر، عملك اللي عملته في الدنيا، صلاتك اللي صليتها وصلاتك اللي صليتيها، وبركم بآبائكم وأمهاتكم وصلاتكم لأرحامكم، وإكرامكم لليتامى وللضيف وللجار، وقرآنكم اللي قرأتوه، وذكركم لله، وصلاتكم وعبادتكم وصيامكم وكل حاجة. أنا عملك الصالح. فعلى قد ما انتوا عايزين بقى العمل الصالح يكون جميل ومضيء الوجه ومستبشر، كتروا من العمل الصالح، تيجوا تلاقوه في أبهى صورة في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بقى تيجي أعمالنا الصالحة تدافع عنا في القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه، يعني العذاب جاي له في القبر علشان يوصل له، فما يقدرش يوصل له بسبب إيه؟ برحمة الله أولا، ثم بفضل تلك الأعمال الصالحة. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن. يجي العذاب من قبل رأس القرآن، يقول: لا، ما تقدرش توصل له، ده كان بيقرأ القرآن وأنا النهاردة اللي بدافع عنه. تمام؟ فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوته للقرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة اللي كان بيدفعها وبيكرم بها الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. طب المرأة ما بتمشيش للمساجد يا شيخ محمود، يدفع عنها هذا جلوسها في بيتها وصلاتها للصلوات الخمس في وقتها، لها نفس أجر الرجل حينما يمشي إلى المساجد. ما شاء الله. ثم بعد ذلك في أول ليلة برضو يتسع القبر زي ما قلنا، يبقى 70 ذراع في 70 ذراع، أو يبقى مد البصر. معلش يا شيخ محمود، احنا تعودنا منك لازم دليل، ويكون دليل صحيح من السنة. خدوا الدليل، بس ما عنديش حاجة ببلاش، لازم نصلي تاني على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويفسح له، أي للمؤمن، في قبره 70 ذراعا. وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفسح له في قبري 70 ذراعا في 70 ذراع. اهي الأدلة اهي. طب لا معلش، برضو حضرتك قلتي في واحد هيبقى القبر مد البصر، بقى فين الدليل؟ الدليل ما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويفسح له في قبره مد بصره. ما شاء الله. يبقى في ناس هيبقى القبر بتاعهم 70 ذراع في 70 ذراع، وفي ناس هيبقى القبر مد البصر، وكل دوت مفروش من الجنة. فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم بعد ذلك من ضمن الأشياء اللي تكون في أول ليلة في القبر إن احنا نتزاور مع أحبابنا المؤمنين من الموتى من أهل الإيمان. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ الدليل ما رواه الخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنتزاور مع أحبابنا، أي نعم، هنتزاور بقى مع أبائنا وأمهاتنا وحبايبنا وأصحابنا وجيراننا من المؤمنين، نتزاور معهم في فترة القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه هي فترة القبر قد ايه يا شيخ محمود؟ فترة سريعة جدا وبسيطة جدا، وإن لم يرد
نص ثابت في السنة عن فترة القبر إلا أنها فترة يسيرة جدا، حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن أهل القبر لا يشعر، من أهل الإيمان طبعا، لا يشعرون بفترة القبر أبدا، تمر سريعة جدا. أما أهل الكفر لابد أن يشعروا بفترة القبر. ليه؟ لأنهم يعذبون، فلو كانوا لا يشعرون بالزمن يبقى إيه فايدة العذاب؟ يبقى لابد أن يشعروا، كما قال جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى اللي كان قبل ما تقوم الساعة ده كان في القبر، عافانا الله وإياكم. إذن ففترة القبر تمر فترة سريعة جدا، يعني تكون أول ليلة في القبر تقريبا قد تكون من سرعة الفترة قد تكون هي أول ليلة وآخر ليلة، ثم بعدها نكون تحت ظل عرش الرحمن، نأكل من زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت التي أعدت لنا قبل أن ندخل الجنة، ثم نأكل من لحم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة، ثم ينحر لنا هذا الثور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ينحر لنا الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة، ثم بعد ذلك نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم بقى؟ اهو ده كله هيحصل في اول ليلة لينا في القبر. حد بعد كده يخاف من القبر؟ ما نخافش، بس بشرط نعمل ونجهز انفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي اخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. فاللي مش لابسه حجاب تلحق تلبس حجاب، واللي ما بيصليش يلحق يصلي، واللي هاجر الكتاب الله يلحق ويقرأ في كتاب الله، واللي ما بيذكرش ربنا يذكر المولى عز وجل، واللي كان عاقل أمه وأبوه يبر أمه وأبوه، واللي كان قاطع للرحم يصل أرحامه. المهم نتجهز لهذا اليوم الذي سيدخل فيه كل واحد منا وحده في القبر. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران. أسأل الله عز وجل أن بالله عليكم أن انتوا تشيروا المقطع ده عشان نسعد كل المسلمين بما يحدث لنا إن شاء الله في أول ليلة في القبر. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.